السلام عليكم كبيدات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال نتوما وعائلاتكم. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الطورطه كتجي رائعه جدا، سهله اقتصاديه وناجحه 100%. اي مبتدئه الا تبعات الطريقه من الاول حتى الاخر كما غادي نبارطاجيها معكم فكونوا اكيدين ان هاد الطورطه غادي تنجح معكم وكتقام عليكم ارخص بكثير من الطورطات اللي كيتباعوا واجدين في الاسواق. هماويه صراحه. كما كتلاحظوا المكونات ديالها راهم بساط، ماشي شي حاجه كثيره، رغم ان فيها اللوز ولكن ماشي شي كونتيتي كثيره. يعني الا جينا نحسبوا بشحال كيتقام الكيلو في الباتيسريات وبشحال غادي تقام عليكم هذه، فكونوا اكيدين بان هذه طرطه عائليه واقتصاديه 100%، وما كتحتاجش ماتيريال بزاف. غادي نعطيكم العبار فقط بكاس العنبه اللي متوفر في كل بيت، ما غاديش تحتاجوا ماتيريال ديال الباتيسري باش غادي تجهزوها. فاي حاجه عندك لاله في الدار غادي تجهزي بها الطورطه وغادي تفرحي بها وليداتك وغادي تكون لذيذه وناجحه وغادي تولي هي المعتمده عندك. فتبعوا معايا الفيديو الى الاخير ديالو. الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي شجعوني باللايكات ديالكم وضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد عندي في القناه. والناس القدام كنشكركم بزاف على السؤال ديالكم على سبب الغياب صراحه، فوق الاراده ديالي او فوق الطاقه ديالي. فتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كاع لي ديتاي. بالنسبه لاجينواز غادي نحتاجوا جوج البيضات بحراره المطبخ، نص كاس ديال سنيده، ساشي ديال كاكاو، ساشي ديال فاني، كاس الا ربع ديال الدقيق، وقريصه ديال الملح. هانتوما بالنسبه للعبارات راه كنعطيكم غير بكاس ديال العنبه. كان ناخذ هذوك جوج بيضات بدرجه حراره المطبخ وغادي نضيف لهم نص كاس ديال سنيده، من الاحسن سنيده تكون رقيقه ما تكونش غليظه، قريصه ديال الملح، شويه ديال فاني اولا ساشي ديال فاني عفوا. وغادي نطرب الخليط جيدا. السر في نجاح هاد لاجينواز هو البيض خاصو يطرب مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو ويولي اللون ديالو ابيض. تما غادي تعرفوا بانه راه صافي لاجينواز ديالكم غادي تنجح 100%. كما كتلاحظوا هنايا البيض راني طلعته، خديت هذا كاس الا ربع ديال الدقيق مع ساشي ديال الكاكاو غادي نغربلهم مزيان. غادي نضيفهم دفعه واحده وبالاستعانه بالفوي غادي نبقى نهز العجين من التحت للفوق وانا كنخلط. هنا راه غير زربت لا فيتاس، اما نتوما راه خاصكم تخدموها غير بشويه باش ما ينزلش هذاك الهواء اللي في وسط من البيض. صافي هنايا خديت واحد المول دائري، تقدروا ديروا اي مول عندكم، وغادي دهنته بشويه الزبده ورشيته بالدقيق وضعت هذيك لاجينواز ديالي ودفعتها للفرن الطيب. شعلت عليها غير من التحت. هنايا ديك الطبقه المقرمشه عندي هنايا كاس الا ربع ديال اللوز، عندي معلقه ديال الزبده، عندي كاس الا ربع ديال سنيده و50 غرام ديال الشوكولاط. هنايا وضعت جوج ديال المعالق ديال الماء مع ديك سنيده والمعلقه ديال الزبده وغادي نخليهم حتى يبداو يذوبوا. وغادي نضيف لهم هذاك اللوز مع التحريك، ما توقفوش من التحريك. غادي تلاحظوا بانه الخليط ديالكم غادي يبدا يتحجر، ما تخافوش راه غادي يعاود يتطلق مع العافيه وغادي يولي لكم بحال كراميل. هنايا الطورطه ديالي ما خدات لياش اولا لا جينواز ما خدات لياش حتى 7 دقائق، يعني 5 دقائق شعل عليها من التحت وجوج دقائق شعلت عليها من الفوق باش تحمر شويه. وضعتها حيتها من السيركل وضعتها في اللاطه ديال الفرن وسقيتها بكاس ديال الحليب. هنايا اللوز ديالي راه بدا يتطلق فيه داك الكراميل، وجدت القاعده ديال الزبده بحال هكايا ووضعت هذاك النوغا ديال اللوز باش تبرد ليا فوق من داك القاعده ديال الزبده، باش حيت نبغي نزولها كتزول ليا بكل سهوله. هنايا من بعد ما بدا يبرد راه ما صبرتش عليه حتى يبرد كاريمون، خليته غير بدا يبرد شويه راه باقي سخون. وغادي نديرو في هاد الهاشوار وغادي نطحنو حتى يولي ليا على شكل بودره. غير ما تعقوش بزاف، خليوه بحال هكا باش يجي مقرمش. صافي هنايا هذيك 50 غرام ديال الشوكولاط. نتوما الا كتفضلوا الشوكولا نوار الشوكولاته السوداء ديروها من الاحسن. انا ولادي ما كيبغيوش هذيك اللوغو ديال المروريه ديال الشوكولاته السوداء، فدرت غير كالا. درت 50 غرام ضفت عليها شويه ديال الزيت وذوبتها في الميكرووند
صافي هنايا تنخلط هذيك الشكلاط مع ديك البودره ديال اللوز اولا النوغه ديال اللوز، خلطهم جيدا بحال هكايا، وهي اللي غادي نوضع في السطح ديال لاجينواز ديالي. يعني غادي تجي طبقات، عندي الطبقه ديال لاجينواز، فوق منها هذيك النوغه ديال اللوز مخلطه مع الشكلاط، كتجي مقرمشه ولذيذه بزاف. وهي اللي تاكلوا في دوك لي طاخت اللي كيتباعوا في لي باتيسري، كتمدقوا شي حاجه كروكونط في الفم ديالكم. صافي خليتها على جنب في الثلاجه. ودابا غادي نمروا لتحضير الكريمه. هنا عندي 50 غرام ديال الشكلاط، عندي كاس ديال العنبه ديال الحليب بارد، واحد شكلاط ديال واحد دانات ديال الشكلاط، و لا كريم شانتي لا بودر شانتي. هنايا من بعد ما دوبت داك 50 غرام ديال الشكلاط غادي نضيف ليه داك الحك ديال الدانيت، وغادي نخليه على جنب حتى يبرد. وغادي نحضروا لا موس شونتيي، هذيك الغبره، مع كاس ديال العنبه ديال الحليب بارد. وغادي نطلعوا الكريمه ديالنا على هذا الشكل كما كتلاحظوا. هاد الكريمه ما فيها لا جيلاتين لا حتى حاجه، وصدقوني كتجي رائعه، خصوصا الا ضفتو شوكولا نوار لانه كيغنيها بهذاك المذاق. مع الاسف انا ولادي ما كيبغيوش. منين تطلعوا الكريمه ديالكم صافي، منين غادي تضيفوا ديك الشكلاط ما ديروش بالباتور، ديروا غير بالفوي باش ما تهبطش ليكم ديك الكريمه. انا غادي نديرها على دفعات، درت الدفعه الاولى بحال هكايا وكنقادها ونملسها مزيان باش ما يبقاو لياش فراغات اولا فقاعات. وعاد غادي نزيد نضيف الكميه الاخرى المتبقيه ديال الكريمه. صافي الكريمه ديالي ها هي واجده. الطورطه تقريبا علين وجدات، فقط غادي يبقى لينا مساله التزيين. فالتزيين كتبقى مساله اختياريه كل والذوق ديالو. هنا من بعد ما وضعت الكريمه نبقى نضرب على سطح العمل باش ما يبقاو ليش كما قلت لكم فراغات، وكنحاول نقاد الوجه ديالها نخليه متساوي باش حتى في التزيين تجينا مزيانه. انا دائما كنخدم بهذا السيركل اللي كيتحل لانه كيساعد في الخدمه. من الاحسن تخدموا بهذا السيركل اللي كيتحل، راه كاين على شكل دائري ولا على شكل مربع، نتوما تخدموا باللي بغيتو. تنوضعها ليله كامله في المجمد ونخليها حتى كتشد راسها. بالنسبه للغاناش عندي هنايا نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس الكريمه، نص كاس الماء، وساشيه د كاكاو، ورقه واحده ديال الجيلاتين، يعني نفس العبار. نص كاس من كل حاجه، من سنيده، من الكريمه، من الماء. وكنخلط الكل جيدا وكنوضعه فوق النار. ها نتوما هنايا راه وضعت ديجا نص كاس سنيده، غادي نضيف عليه نص كاس ديال الكريمه ونص كاس ديال الماء. غادي نحاول ان هذاك الكريمه اللي بقات ليا في الكاس ما غاديش نضيعها. ضفت عليها الماء وغادي نوضعها على باقي المكونات. صافي بالنسبه للجيلاتين راه كلشي كيعرف كيفاش التحضير ديالها. غادي نديرها في الماء بارد. ها نتوما غادي نطوي على هذا الشكل ونخليها حتى ترطب في الماء بارد، وعاد غادي نضيفها على باقي المكونات حتى يطلع ليا الغليه في الخليط ديالي ديال الكلاصاج. عفوا. صافي هنا غادي نخلط جيدا كل المكونات وغادي نوضعه فوق النار مع التحريك. هانتوما كما كتلاحظوا راه كيتغير اللون ديالو، هذا بحال كلاصاج ميغوار. كيجي زوين مع الطورطات. صافي غادي نبقى نستمر في التحريك حتى كما قلت لكم طلع ليا الغليه في الخليط ديالي. وغادي نضيف له ديك الورقه ديال الجيلاتين، لان ديك الورقه ديال الجيلاتين هي اللي كتخلي داك الكلاصاج ميغوار يشد راسو ويبقى قابض فوق من لاطاخت. بغيتو تعوضوا جيلاتين، عوضوه بجوج ساشيات ديال فلون شوكولا. هذا ما كان. صافي هنايا من بعد ما سخن الخليط وندمجوا جميع العناصر والمكونات، ضفت لهم ديك الورقه ديال الجيلاتين وغادي نستمر في التحريك حتى تذوب ليا جيدا. وغادي نخلي الخليط حتى يبرد او يدفى. عاد غادي نضيفو على الطورطه ديالي. هنايا طبيعه الحال ضروري خاصكم تصفيوه باش الا بقاو شي حبيبات ما يخسروا لكمش الوجه ديال الطورطه. صافي خليوه يبرد، عاد ضيفوه على الطورطه. هنايا راه الطورطه ديالي راه باتت ليله كامله في المجمد. في المجمد كنأكد عليكم البنات ما ديروهاش غير في الثلاجه، وضعوها في المجمد ليله كامله باش تنجح معاكم. انايا كنحاول انني نحل داك السيركل اللي وضعت فيه لا طاخت.
هانتوما غير بشويه وراه الطورطه شاده راسها، ما تخافوا من والو. هانتوما كما كتلاحظوا كيفاش كيجي الشكل ديالها من بعد ما كتجمد، كتجي على هذا الشكل. هانتوما قابطه راسها رائعه. كنوضع زلافه تحت منها، كنحاول انني نوضع هذاك الكلاصاج من الفوق. كما كتلاحظوا انا راه درتو على دو فوا. النوبه الاولى كان مازال سخون شويه وما شدلياش مزيان، وعاودت هذاك الشيء اللي هبط ليا في الجوانب ديال البلاطو عاود جمعته، عاود سقيت به الطورطه من الفوق. كنحاول انني نوضع حتى في الجوانب، لان في الجوانب بغيت نزين بشوكولا فيغميسيل باش تقبط ليا ديك شوكولا فيغميسيل في الخليط ديالي اولا في الطورطه ديالي عفوا. صافي غادي نستمر على هذا الشكل، غادي نسقي حتى الجوانب. حتى حاجه ما كنضيعوها صراحه، حنايا المغربيات اقتصاديات. هذاك الكلاصاج اللي كينزل نعاودو نستخدموه في الجوانب، لما لا. هانتوما كما كتلاحظوا الكلاصاج من الفوق كيفاش كيجي الشكل ديالو مازال، حيت غادي يبرد غادي يعطي نتيجه احسن. بالنسبه لي انا درت ساشي واحد ديال الكاكاو. الا بغيتو يجيكم زعما اسود قاتم اكثر من هكا تقدروا ديروا جوج ساشيات. صافي هنايا من بعد ما درت هذاك الكلاصاج في الجوانب، خديت شوكولا فيغميسيل. بالنسبه للزين راني قلت لكم كل واحد والذوق ديالو، كل واحد وكيبغى يزين، مساله تتبقى اذواق. بغيتو تزينوا بالكريمه لكم حريه الاختيار. انا هنايا كنزين الجوانب شوكولا فيغميسيل، وغادي نزين من الفوق بالكريمه. كريم فريش طلعتها على شكل كريمه وهي اللي زوقت بها. كما كتلاحظوا فالطورطه سهله، ما فيهاش شي مكونات اللي كومبليكي، ودغيا دغيا كتوجد. وفريمون الدراري كتعجبهم بحال هاد الطورطات هادي. علاش مره ما نفرحهمش، وخصوصا نهايه السنه قربات، نفرحوا وليداتنا ونفرحوا معاهم حتى حنايا. احسن ما ناخذوا شي حاجه بثمن غالي من المخبزات وما عارفين صراحه المكونات ديالها كيفاش دايرين، واش زبده جديده واش قديمه، واش البيض جديد او لا قديم. هذا ما كان. هنايا من بعد ما انتهيت من تزيين الجوانب كما كتلاحظوا وضعتها في هذاك الطبسيل اللي غادي نقدم فيه، وبديت نزين بلا كريم فريش على شكل وريضات هكايا في الجوانب، منها باش نغطيو دوك الديفويات اللي كاينين في الجناب، ومنها كتعطي واحد الجماليه للطورطه ديالنا. بالنسبه للكتابه، الا بغيتو تزيدوا شي كتابه في الوسط بحال عيد ميلاد سعيد ولا سنه سعيده فلكم حريه الاختيار. هذه هي الطورطه ديالنا. كما قلت لكم اقتصاديه سهله التحضير، ما فيها شي مكونات معقده. عطيت لكم العبارات بقياس الكاس ديال العنبه، فما عندكم حتى شي سبه اولا مبرر باش ما تنوضوش توجدوا هاد الطورطه وتفرحوا بها ازواج ديالكم وليداتكم. هذا ما كان البنات. الطورطه كتجي رائعه، صدقوني البنات والله الا كتجي رائعه جدا. صافي بالنسبه لي الطورطه ديالي ها هي وجدات، كتشوفوا الشكل ديالها تزيين بسيط على قد الحال، ولكن راه المذاق رائع. كتجي فيها طبقات، طبقه ديال لا جينواز، طبقه المقرمشه، طبقه ديال الكريمه. هانتوما كما كتلاحظوا ومحيت تاكلوا فريمون كتمضقوا مذاق ديال اللوز مع الكاكاو مع الشوكولا. المذاق ديالها رائع جدا، وماشي ما فيهاش ديك الكريمه اللي كتقهم بحال مولفين تندوقوا طورطات اللي كتاكلي معلقه جوج صافي كتحسي براسك راكي مقهومه. هذه زعما رائعه رائعه. المهم جربوها وردوا عليا الخبر. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الرضا والاستحسان ديالكم. شكرا بزاف للتتبع ديالكم لقناتي. الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.